وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أحب أوجه شكري وتقديري إلى الشيخ ياسر حبيب البطل حفظه الله، وأرجو منه أن لا ينسانا بالدعاء. ونحن حاليا في منطقة تكريت ونفوذ من معارك ضد دواعش العصر، ضد أبناء عائشة، ضد أبناء عمر وأبو بكر عليهم اللعنة. أرجو أن لا ينسانا بالدعاء وبارك الله فيكم. تحياتي للشيخ ياسر حبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد أبطالنا المرابطين في الثغور. السلام ورحمة الله وبركاته. الله الله، رفعت راس والله، رفعت راس. أنتوا الأبطال. إحنا لو بيدنا إحنا نجيكم ونقبل أياديكم، لأنه أنتوا شرف هذه الأمة، أنتوا عزة هذه الأمة، أنتوا رفعت راسنا، أنتوا اللي لقنتم الإرهابيين من أبناء عائشة الحميراء الويلات، لقنتوهم الويلات وجعلتموهم يئنون ببسالتكم رغم ظروفكم الصعبة، رغم ما نعلمه من رداءة الحكومة الموجودة والزعامات السياسية الموجودة والوضع المخربط ورداءة حتى السلاح اللي أحيانا يعطى إليكم. هكذا تتطوعون وتبذلون من أنفسكم، من أرواحكم، من دمائكم. سطرتم حقيقة في هذا الزمان أروع الملاحم، أروع الملاحم. عندنا في الروايات الشريفة ما مضمونه: اغزوا تورثوا أبناءكم مجدا. أنتم الآن تصنعون هذه الملحمة وتسطرونها هكذا. أبناؤكم وأحفادكم سوف يذكرون أمجادكم. أنتم رفعت رأس بمعنى الكلمة. أنتم تورثون لأبنائكم هذا المجد، هذه العزة. العالم اكتشف قوة الشيعة، قوة أتباع علي عليه الصلاة والسلام بهذا الذي تصنعونه الآن. يشهد الله أن لكم من الداعين دائما. نحن ندعو الله عز وجل أن ينصر الجيش العراقي وينصر الحشد الشعبي وينصر كل من يقاتل الإرهاب بنية سليمة وكأنه، وهذه كانت وصيتنا لكم سابقا، كأنكم تعيدون رسم ملحمة معركة الجمل من جديد، كأنكم تعيدون رسم هذه الملحمة وهذه المعركة التي واجه بها أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته الأبرار عائشة وجندها من البغاة. هؤلاء الإرهابيون قد بغوا علينا وبغوا على غيرنا كذلك، حتى بغوا على أبناء جلدتهم أيضا. ونحن نفعل كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام، الذي يقول: أنا الذي فقأت عين الفتنة. قال هذه الكلمة بعد الجمل، قال: أنا الذي فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري. هذه هم بالمناسبة بالشيء يذكر إحدى الأخوات المؤمنات من العراق أيضا أرسلت مقطع قبل أيام أو ليال وقالت: مو الأفضل أنه نكون في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب؟ احنا شلنا علاقة بداعش وكذا، ليش احنا نروح ننطي من دمائنا ونضحي وبعدين داعش ممكن هم ترجع من جديد بسبب الحواضن؟ نقول لا، أمير المؤمنين في الوقت الذي يقول كن في الفتنة كابن اللبون هو الذي أيضا يقول أنا الذي فقأت عين الفتنة. احنا في فتنة لا تمسنا، بل هي بين الظالمين، كالفتنة الآن بين آل سعود وآل ثاني في قطر مثلا. الفتنة اللي فيما بينهم احنا نكون فيها كابن اللبون، ما لنا علاقة. نقول اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، نكون مع الشعوب فقط، الشعوب التي تتأثر، الشعب القطري، الشعب الجزيري، يعني شعب الجزيرة المحمدية. احنا مع حق الشعوب، ما نقف مع الأنظمة ولا نتدخل في هاي الفتنة، خليهم يكسرون بعضهم بعض.
أما الفتنة التي تمسنا وتمس الدين والمقدسات، لأنه أنتم تعلمون هدف داعش كان شنو؟ هدفهم كان النجف وكربلاء، هدفهم مقدساتنا، مقدسات أهل البيت الطاهرين عليهم السلام. لا، هنا نحن على درب حيدر الكرار عليه السلام نفقأ عين الفتنة، أكبر راس بيهم نفقس عينه ونروح وراه ونكسره. والحمد لله الآن بدأ قمنا نشوف أنه أكو استجابة لنداءاتنا اللي كانت من سنوات. قمنا نسمع الآن هذا اللحن في الكلام، أنه حتى إذا انتهينا من الموصل ومن كل العراق راح نتخطى الحدود، نروح إلى سوريا ونتعقب الإرهابيين. هذا هو الصحيح. بينوا قوتكم أنتم مو شوية. شنو ينقصنا إحنا ما دام معانا علي؟ والله ماكو شيء ينقصنا، ولا حد يقدر يوقف قدامنا أصلا. شنو هو؟ إحنا علي بن أبي طالب ويانا، شريطة مثل ما قلنا نصحح عقيدتنا، نمشي عدل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول، هنالك رواية جدا عظيمة يقول: ما مضمون الرواية: ما واجهني أحد إلا أعانني على نفسه، يومئ إلى تمكن هيبته في القلوب. أمير المؤمنين لما كان يواجه أحد هو ذاك هو ينهار. ليش؟ مع أنه قد يكون بطل الأبطال مثل مرحب مثلا، مثل عمرو بن عبد ود، هذولا فرسان أبطال، هذولا يعني اسمهم يخلي العالم يرجف. أما أمير المؤمنين سبحان الله بقوة إيمانه، الله عز وجل كان يخلي عدوه يرتهب يخاف فيعينه على نفسه، هو يرتبك هو كذا يتضعضع، فأمير المؤمنين يسيطر عليه وينتصر عليه. لازم نكون هذا الشيء، وهذا منوط بشدة إيماننا وإخلاصنا لنبينا وأئمتنا عليهم السلام. راح تشوفون الله عز وجل يجعل الرعب يسير بين أيدينا، يعني يخلي أعدائنا يرتعبون منا أصلا فيعينوننا على أنفسهم. الله ينصر إن شاء الله هؤلاء المجاهدين الأبطال. ونحييك أخونا الكريم، وشكرا على التحية العسكرية أيضا. بارك الله فيك.